هو هل يجوز الكذب في الإسلام؟ نعم، يجوز الكذب في الإسلام بس في 3 حالات فقط. 3 حالات فقط. إيه هما ال3 حالات؟ قبل ما أقولك صلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. أول حالة كذب الزوج على الزوجة، وده في حالة المدح. ده أنت زي القمر النهاردة، ده أنت النهاردة ملكة جمال، وترجع تستغفر بعدها وبعد كده تمدحها عادي جدا. طب والحالة التانية الكذب للإصلاح ما بين المتخاصمين. حضرتك في 2 متخاصمين، رحت تسمع من ده لقيته عمال يشتم ويغلط في ده، فرحت للتاني مدحت فيه ان هو بيقول عليك ان هو نفسه يصالحك ويرجع لك ويتكلم معاك تاني. يبقى تاني حالة الإصلاح ما بين المتخاصمين. وتالت حالة الكذب في الحرب، زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان الحرب خدعة. ف3 حالات بس هما اللي تقدر تكذب فيهم في الإسلام، لأن غير كده يعتبر ذنب. يا رب أكون فدتك وتفيد غيرك. سلام عليكم.